ما علاقة الكهرباء بمنصات الاتصال؟ الكهرباء نجحنا فيها نجاح كبير جدا، لأنه قضية تحت كهرباء وإيجاده مو مسألة تشتريها من السوق وتجيبها تنصبها. أولا أموال يراد لها، واستلمنا العراق ما بكهرباء. أنا عقد واحد للكهرباء سوينا 7000 ميجا واط مع شركة GE، وعقد في نفس الوقت مع شركة سيمنز 3300 ميجا واط، وعقد مع شركة الزبيدية. فتطور الكهرباء حتى وصل إلى 14. كان يفترض أنه كل الأمور يعني تصير لا، بشكل مو سهلة، ولذلك هسه هاي سنتين أيضا إضافية وما استطعنا. ليش؟ لأنه لابد وأنكم كنتم تراقبون كيف كان التخريب للكهرباء. كل 20-30 عمود كهرباء تنضرب في مرة واحدة. أنابيب النفط اللي كانت تغذي محطات الكهرباء كلها انضربت. هذا سبب الإخفاق هو التخريب؟ التخريب، نعم، التخريب والعملية السياسية المتشاكسة مع بعضها. طيب، ما تعتقد واحد من أسباب الإخفاقات اللي حدثت هو اعتمادكم على الأشخاص غير المناسبين؟ ربما هذا أيضا جزء من عندها، ولكن هي هذه بس هاي مسؤولية من؟ اللي أشرنا إليها مسؤولية القوى السياسية. مسؤولية حضرتك؟ لا، مسؤولية القوى السياسية الذين أعلنوا عن حكومة الشراكة الوطنية، وطلبنا منهم تقديم الوزارات. كانوا يراهنون على إنهاء مدة التكليف حتى يسقط التكليف. أخيرا صاروا يجيبون الوزراء معلبين مغلفين ما نعرف عنهم فر الشيء. فالقوى السياسية، وهذا أعود مرة أخرى، حالة المناكفات الموجودة وحالة الخلافات، وهم شركاء في النهار معنا وشركاء في الليل مع المعارضة ومع العصابات ومع الإرهابيين. هذا هو الذي دمر العملية والذي أعطانا وزارة مشلولة. لكل عائلة عراقية شقة مؤثثة تمليك في منتجعات أوروبا. هذا ما يؤمنه الرقم الذي صرف على الطاقة الكهربائية في العراق. التصريح يعود حرفيا لوزير المالية العراقي، المرجع الأعلى لأرقام الإنفاق. 80 مليار دولار هو ما أنفقه العراقيون بالإضافة إلى 27 مليار دولار أنفقتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003. ولو استغلت هذه المبالغ بطريقة مدروسة بحسب اقتصاديين لكان وضع العراق اليوم مختلفا كليا. آراء الشارع العراقي تباينت بين ساخر وناقم ومتحسر على أموال يسمعون بها ولا يرون ثمارها. المليارات هذه لو كان مجمعات سكنية كانت حل أزمة سكن. لو مشترين بها رونالدو، لو مشترين بها ميسي، هم أحسن. أقلها الدور ما كان صار أحسن من عندهم. حتى الآن لا أحد من العراقيين مقتنع بعدم قدرة دولة غنية كالعراق على حل أزمة الكهرباء التي مضت عليها عقود طويلة وصرفت عليها أموال طائلة تعادل على سبيل المثال ميزانية بلد بأهمية البحرين لمدة 20 عاما. إحدى نقاط ضعف المالكي هو أنه لا يملك اختصاصا في جانب سياسي وإداري. يعني بيش يحكي وياه، تعال أقول لك يعني بيش يحكي. أنا رأيتها بعيني، وهو مرة من المرات وقف مع السيد حسين الشهرستاني حول توقيع عقد نفطي، فالتفت إلى سيد حسين موجودة بالتلفزيون، قال له هي يا شركة اللي قاعد يسمونه موجودة صحيح أو مو صحيح؟ زين تعال أقول لك بدينك بربك، إذا يجي يوقع العقد واثناء توقيع العقد وأمام التلفزيون وأمام الكذا يلتفت إلى سيد حسين الشهرستاني ويقول له يا شركة هاي توقع له. منو أكثر طرف وبعدين لأنه يطلع بالتلفزيون ويقول ما رأيت أنزه وأنظف من عبد الكريم بالوحيد عبد الكريم، هذا أبو النفط، وذاك باقي المليارات ومشي. نعم، هذه مو سهلة. بس أنا قصدي أنت حضرتك تقول هاي الفترة مو كافية، بس في تصريح لحضرتك لإحدى القنوات تقول بي الحاكم اللي ما يقدر ينفذ برنامج خلال دورتين ما يقدر ينفذه بالدورة الثالثة. لا، مو هالشكل. قلت يكفي دورتين، عملنا اللي قدرنا نحققه في مواجهات شرسة وفي ظل مناكفات سياسية خطيرة، فعملنا اللي قدرنا نسويه، واللي ما قدرنا نسويه نترك المسألة للآخرين لعلهم هم يقدرون يسووه. لأنه رئيس الوزراء في تقديري إذا كان له برنامج وهو كفؤ ينفذ خلال 8 سنوات، إذا كان له برنامج وهو كفؤ ينفذ خلال 8 سنوات كافي عليه، وإذا ما عنده برنامج وما عنده كفاءة فليش نعطيه فرصة أكثر من 8 سنوات كافي عليه، وإذا ما عنده برنامج وما عنده كفاءة فليش نعطيه فرصة أكثر من 8 سنوات. قلت لهم لنقف عند 8 سنوات
كما لرئاسة الجمهورية. حزب الدعوة كان السيد إبراهيم الجعفري هو أول رئيس وزراء وحضرتك، بس أنت حضرتك استأجرت بالفترة الأطول وكنت خير ممثل لحزب الدعوة ولقيادته ويعني لكيفية إدارته للدولة. حزب الدعوة الآن كيف تصف موقف جبهته الداخلية؟ هناك حديث عن انشقاق أو أكثر من فريق فيه، لكنه لا يزال هو حزب قيادته واحدة، أمين عام واحد، شورى واحدة، مؤتمر واحد، لجان مناطق واحدة، وهذه التي تسمعون عنها من بعض التصريحات هذه ضمن السياق الطبيعي لهذا الكائن الحي الذي هو يسمى الحزب. هذه ديناميكية وهذا طيب. الساحة والميدان. حزب الدعوة لو كان في مرحلة التغييرية الفكرية ما يصير عنده مثل هكذا مشاكل كثيرة، لأنها فكر ومناقشات فكرية، ولكنها قضايا سياسية وقابلة للأخذ والرد. بس انت حضرتك يعني تقريبا اعطيت فصوره ورديه عن الموقف الداخلي لحزب الدعوه. لحظه، بدليل انه الانقسامات حصلت في تلك الفتره، يعني حزب الدعوه خضير الخزاعي، هاشم الموسوي وغيره، بعد هذا مؤتمر القواعد اللي سووه اللي هو عباره عن لعبه 1988 يمكن حسب ما اتذكر والله، وجاء بها الدكتور جعفري الذي هو لم يكن عمره مناضل الجعفري ولا مجاهد، وانما هو شخصيه مغموره ما معروفه في الحقيقه. الحمد لله، فهؤلاء حقيقه هم اسقاطاتهم الذاتيه. اكبر دليل على انها اسقاطات وليس واقع انهم عندما جاءوا الى الحكم وظفوا اولادهم وبناتهم. هل تعلم الان ان حمام حمودي اللي هو عضو برلمان بنت اخته ايضا عضو برلمان؟ هل تعلم ان المالكي اللي هو امين حزب الدعوه 5 من اقاربه وانسابه بالبرلمان؟ هل تعلم ان خالد العطيه النسيبه وكذا استحقاق انتخابي؟ لا، هذا اكو مؤامرات بالقضيه. ولا استحقاق انتخابي يعني هيك معقوله؟ يعني هذول نسبان السيد ابو اسراء كلهم هذول لهم ماضي، كلهم ما لهم ماضي نضالي. اخي العزيز، هذا الحكي هو عباره عن اسقاطات. كنقطه اخيره، تحدثت انه واحده من اهم اسباب اللي افشلت عملك وليس يعني من حضرتك، يعني هو عمله فاشل؟ لا، اقصد انت لما سالتك لو الصعوبات التي لما سالتك وين الاخفاقات قلت لي تعاونت اراده دوليه، مو صحيح؟ فانا قصدي يعني انا اشوف كسياسي المفروض هو يبتدع الوسائل حتى يكسب الاخرين. انت حضرتك تقول تكالبت اكثر من يعني اكثر من طرف دولي، وتكالبت الاراده الدوليه ضدي. انت تعتقد يعني ما قصرت بهالجانب نحو الانفتاح نحو السعوديه مثلا، نحو تركيا، علاقات جيده مع الولايات المتحده؟ اولا دعني اقول لك اني لست حزينا على ان تكون هذه الاراده ضدي، ما دمت متمسكا بمصلحه العراق ووحده العراق وسياده العراق انا مو حزين، وليتخذ الاخرون مواقفهم كيفما يشاءون. أنا يهمني العراق ويهمني بلدي. أنا ما أدري ليش يعني يكون حينما أصر على خروج القوات الأمريكية من العراق يكون أمريكا يصير موقفها سلبي من عندي. لأن لما أول ما جاء السيد المالكي إلى رئاسة الوزراء قال أنا لست رجل أمريكا، أنا صديق أمريكا. قلت له بعد لك أسبوع بسم الله الرحمن الرحيم كتبتها مقال. نعم. تفهم شلون؟ او من رشحوه الى جائزه نوبل. تفهم شلون؟ قلت اتق الله يا اخي، كيف تقبل بهذه القضيه؟ تفهم شلون؟ فهؤلاء كانوا يعتقدون ما حد يقدر يقول لهم على عينكم حاجب. حقي، هذا بلدي وسياده البلد مطلوب من عندي احققها. انا ليش بعض الدول حينما يصدر حكم على صدام حسين بالاعدام ويعدم يكون يقلبون الدنيا على المالكي؟ ليش نفسه؟ حزب الدعوة ما كان له دور في سقوط صدام؟ لا، شو له دور في سقوط صدام؟ حزب الدعوة في الأيام الأخيرة ضعف وذبل في العراق، اللي أسقط صدام هو الولايات المتحدة الأمريكية قائدة التحالف الدولي، وبدعم وتخطيط العقلية العظيمة عقلية أحمد الشلبي الذي تآمرت عليه الأحزاب الإسلامية ومنعته من أن يتبوأ أي مكان